السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجهاز كتوجه مع جديد واخبار شبيبه القبائل. الصحفي المعروف دائما بخرجاته ايضا بن شبير يرد على ميدو بالكبير ويقول له انا متضامن مع بن شيخه. ما فيهاش هادي، قال له ما فيهاش هادي، تا واحد يجي يبزق لي في وجهي. قال له ولادو يشوفوه، العائله تاعو تشوفو. قال له ربما انا نعرف بن شيخه. قال له مليح، وخا كنت حاورت معاه انسان متربي. كلام موزون، خليكم تسمعوه ولكم التعليق. لايك الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. اسمعوا اش قال. في رايي ما نقدرش نمد رايي في مساله شخصيه. هو عنده قدره تاع تحمل، مدى تحمل الحق. النقطه نعم. التي افاضت الكاس ما يقدرش يزيد. دوك الانسان يقول لك بسقوا عليا، ما عندوش واش يزيد يهضر لك اكثر من هكذا. مام كي يعطوك 50 مليار في الشهر ويجوا يقول لك يبزقوا عليك الجماهير ما تقبلش. نعم. تسمى لازم الانسان ثاني تمنين ذاك تحط نفسك في مكان الطرف الاخر. انا نتضامن معاه، مانيش خلينا بعيدا عن كره القدم. انا نتضامن معاه محمد لما تلحق لها الضربه. تقول لي لازم تتحمل ضغط المباريات. ما قدرتش تحمل ضغط المباريات. من بعد من جهه اخرى تقول لي بصح انت تعرف الدوري الجزائري. انا تنجاوبك وعلى بالك واش فيه الدوري الجزائري. بلي هو مدرب، هذه المهنه تاعو، لازم يخدم، لازم ياكل الخبز، عنده عائله. ما يحليلو والله العظيم غير يحليلو. انا نقول انك توصل بك في ديلام. توصل بك تتبصق باش يخرج تصرفات يندلها بيان سور. باش يخرج راجل، اسمع، باش يخرج راجل بمقام الله يبارك. راهو انسان. انا كان صح لي شرف اني تكلمت معاه وتلاقيت معاه في فتره من الفترات، حاورته. نتذكر في سطيف قبل سنوات. انسان طيب جدا، انسان محترم. طيب جدا، محترم، مؤدب، يعرف يتكلم ويوزن الكلمه قبل ما يقولها. انا من هذا المنبر نضامن مع عبد الحق بن شيخه، لانه باش تلحق تبصق انسان، خلينا منك تشتم وتسب وتشتم الامهات وتشتم الناس، تشتم العوائل دون احترام للرجل، دون احترام للعوائل تاعو، دون احترام للوالدين تاع اللاعبين، لاخواتهم. انت لما تكون مدرب وليدك يدخل مواقع التواصل الاجتماعي يلقى الناس تسب في باباه، اللي هو اكبر قدوه عنده في العالم. اكبر قدوه عنده في العالم هو الوالد تاعو. يدخل يلقى الناس تشتم فيه، تسب، ولا يدخل لموقع التواصل الاجتماعي يلقى مقطع فيديو الناس تذل في بابه، تسب وتشتموا ولا تبزق فيه. كيفاش يكون رد الفعل تاعو؟ كيفاش يكون الاحساس تاعو؟ هاد الناس يجب متابعتهم قضائيا. وما تقوليش ضغوط ونتحمل. عنده الحق، ما نتحملش انا. هذو ماهمش ضغوط، هذو انا باش تفرض عليا انت تسبني وانا نتحملك. ما نتحملكش يا اخي العزيز. كاين اللي يقدر يتحمل ويوكل عليك ربي سبحانه، وكاين اللي ما يقدرش يتحملك. تجي تسب لنا الناس. انت منين جبت هذا؟ منين مسلم؟ ماكش مسلم ما يديرش امر كيما هذايا. انسان ما راكش انسان تجي تشتم الناس. بصح شت انسان يشتم اخوه الانسان ويتعدى على اخوه الانسان على جال كره قدم، على جال نتيجه تاع كره قدم، ولا على جال تضييع تمريره، ولا تضييع ركله جزاء، ولا يجي يشتم انسان. علاش تشتم الانسان هذا؟ سبحان الله، ربي سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. يا عبادي فلا تظالموا. انت يا بشر كيما انت تمد روحك شرعيه تجي تشتمني وتظلمني، تتعدى عليا، تسب لي والديا وتسب لي اهلي، ومن بعد تقول كاين ندير رد فعل، ودار رد فعل محترم. ما ردش جامي شفنا عبد الحق بن شيخه سب واحد، جاء خلاص خويا قال لك نستقيل، ما قدرتش. نعم. من بعد كاين شفت انا عباد في مواقع التواصل الاجتماعي لازم تحمل. كيفاش يحمل؟ هذا عبد عندك انت باش تجي تشتمه يحمل. عبد ما يقبلهاش. كي كان عصر العبوديه ليسكلافاج وما يقبلهاش العبيد. علاش تحروا من هذه التراكمات، يذلوهم بعد جا نهار وين انفجروا العبيد وخلاص ليسكلافاج.